السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي ومتابعين قناة يوميات زوجة بسيطة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل لكم كده صينية كده ايه، عجب العجب ولوز اللوز زي ما بقول، حاجة كده فاخر من الاخر. هنعمل لكم صينية حنشان. عارفين يعني ايه الحنشان؟ هنعمل لكم حنشان بالبطاطس. الحنشان بالبطاطس دي يعني اكلة بقى ملوكي زي ما بقولوها كده، ملوكي. طبعا الأكلة دي كان والدي عازمنا عليها، ربنا يديه الصحة ويبارك فيه يا رب، وما نتحرمش منه أبدا ومن وجوده في حياتنا يا رب. فإن شاء الله ندخل كده ونشوف الطريقة اتعملت ازاي. معانا هنا حوالي، مش عارفة المقدار كام يعني، عشان أنا مش شارية، معرفش هو المقدار كام. فالمهم ان هو شايفين النوع، بسم الله ما شاء الله. كانت الحنشان كبيرة جدا. هي اسمها حنشان واسمها حنش، مش عارفة اسمه حناش بالاسكندراني، واسمها ثعابين البحر او تعابين البحر. شايفين ما شاء الله الواحد يعمل له اكتر من يجي كيلو ونص، او دخل كمان في الاتنين كيلو، بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا انتوا عارفين الفرق بين الحنشان والقراميط كبير جدا، اساسا ما ينفعش ان هما يتقارنوا ببعض. طبعا هي جايه لنا كده يعني ايه، متنضفه ومسلوخه، بس طبعا انا عدت عليها تنظيف طبعا من اول وجديد. وطبعا بسم الله ما شاء الله السمانه بقى يا جماعه واخده وعاتيه مع الحنشان دي، ما اقولكوش طعم يعني السمانه بتاعتها فظيعه فظيعه فظيعه. المهم، انا طبعا عدت عليها التنظيف تاني وغسلتها تاني، وحطيت طبعا كل واحده وشطرتها بقى وتقديرها ونظفتها في الايه، في الغسيل بتاعها. كل واحده بتغسل بالطريقه اللي هي خلاص مرتاحه لها يعني. تمام. بعد ما غسلتها ونضفتها كويس قطعتها بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله يعني. القطعه قطعه يعني، مش اللي هي التعابين الرفيعه او الحنشان اللي هي رفيعه دي، لا. ده حاجه كده لوز اللوز زي ما بقول لكم يعني. المهم، قطعتها كده بالشكل ده. طبعا انا بغسلها طبعا زي ما قلت لكم كل واحد وله طريقته في الغسيل، لكن انا غسلتها باولا. جبت عارفين تصفيه الرز؟ والله العظيم بغسل الرز كويس، وبعد كده بقوم حطاه نقعها فيه. وطبعا قبلها كنت غسلها كويس قوي مثلا بالدقيق وبشويه ليمون. وكمان اقول لكم ايه كمان، ممكن لو حط شويه جنزبيل. تمام كده. معلش، اسفه، لازم نعمل التليفون صامت عشان ايه، منع الرسايل. المهم بعد كده بقى بتجيب الليمون وبحطه كده، ممكن تضربيه في الخلاط وتحطيه عليه وتنقعيه شويه مع شويه ملح. وممكن تعملي كده زي ما انا عملت وتعصري عليها وخلاص يعني. يا ما شاء الله بتبقاش محتاجه يعني. جبت انا بقى الخلطه بتاعت الجميله الحلوه المسكره ديت، عباره عن شطه خضراء وعن فلفل اخضر وتوم وليمون وشويه خل وشويه كمون وشويه ملح. هي دي الخلطه كده. قمت جايه متبلاها كده تتبيله حلوه كده، مش هقليها يا جماعه. في ناس طبعا بتقليها يعني، وبتعملها صينيه كده حلوه برضو يعني، بتقليها وتعملها صينيه. تقولك عشان تبقى ماسكه نفسها، هي بسم الله ما شاء الله ماسكه نفسها من غير اي حاجه. فشايفين الجمال؟ انا تبلتها كده بالخلطه بتاعت الجباره دي الحلوه دي الممتازه. وبعد كده هسيبها شويه كده، ممكن اركنها على جنب وممكن استعملها على طول، بس انا تبلتها كده بالحاجات الحلوه دي وقمت سايباها. كان معايا هنا حوالي كيلو ونص سمك، برضو تبلته بنفس التتبيله اللي انا كنت عامله بها اللي هو الحنشان ديت. وسبته كده عشان برضو ايه اعملها اقليه، احمره كده بس مقلي. عندك بقى بطاطس بقى حوالي كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، اللي عندك بقى. اللي عندك ما شاء الله الكمية كانت عندك كبيرة جدا، بسم الله ما شاء الله يعني. فبعدين جبت انا البطاطس بتاعته، قمت مقطعاها كده وعملت اول صينية. حطيتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت فيها الحنشان. الصينية دي كانت مقاس كبير، ودي الصينية التانية يعني. دي اللي شفتوها الأولانية دي كانت الصينية الأولى، ودي الصينية التانية. طبعا معايا بقى حوالي بصلتين كبار، معاهم شوية كزبرة خضراء، وكمان حوالي 10 فصوص كده من التوم. وايه تاني، وكمون زي ما انا قلت، والملح. وقمت جايه كده ملخبطاهم كده على الايه، على الصينيه بتاعتنا الجميله الحلوه دي، الاولى والتانية. تمام كده. بعد كده كنت عامله الصلصه بقى بتاعتي، بس مش عارفه للاسف يعني هي ما جتش ليه. كنت عامله الصلصه بتاعتي بحوالي بصلايه كده صغيره، وقمت جايبه كمان حطيت فيها الطماطم او عصير الطماطم. وبعدين حطيت برضو فيها شويه كمون صغيرين. تمام. هعمل ايه بقى؟ انا بعد ما خلطت الخلطه الجميله بتاعت الحلوه دي، هضيف عليها عصير
اللي هو الطماطم او الصلصه اللي انا كنت عاملاها. مش عارفه بقول لكم هي ما جاتش ليه، المهم يعني، بس اكيد كلنا عارفين طريقه الصلصه يعني. في ناس بتعملها بتومه بس، وفي ناس بتعملها بتوم وبصل، وفي ناس بتعملها بكده يعني بالطريقه بتاعتي انا عملتها ببصلايه بس. حطيتها كده بالشكل الجميل ده وانا على الصواني، شايفين الجمال. وبترحرحيها بقى على رأي اللي بيقولوها كده بشويه ميه، تمام. وبعد كده بقى بتدخلها الفرن، تقعد بقى زي ما اقولكوش بقى بالايه، على حسب السويه بقى بتاعكم. يعني انا ما بدخلها الفرن، بقوم مغطياها شويه عشان البطاطس بتاعتها تستوي، وعشان هي تستوي بقوم مغطياها كده شويه عشان البخار ياخد مع الاكل بتاعها، وكمان يعني ايه تشرب التتبيله بتاعتها. وبعد كده بقوم كاشفه عليها الغطا واسيبها تاخد اللون الجميل. شايفين بقى الجمال؟ ولا الريحه وهم خطيره جدا جدا جدا. بجد بجد ما شاء الله اكله. انا يعني مش عارفه اقول لكم الاكله دي كان طعمها ازاي، ولذيذه جدا. بسم الله ما شاء الله، ويسلم ايد اللي جاب. ما نتحرمش من مجابه ابدا. واهم حاجه يا جماعه اللمه، يعني بصوا اهم حاجه اللمه. فطبعا الحنشان دي كانت حاجه كده يعني ايه، جربوها بسم الله ما شاء الله بالطريقه الجميله دي، هتحبوها جدا. واهم حاجه ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، كانت سهله جدا ولذيذه. وكانت مثلا يعني ايه اقول لكم ايه، كانت حاجه كده لا على البال ولا على الخاطر يعني. المهم لايك بقى وشير وسبسكرايب ليوميات زوجة بسيطة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.